لو كلتي رز معمر في اي حته مش هيطلع زي ده ابدا. حلو قوي. وعملنا الطاجن اللي انت شايفاه او البرام اللي انت شايفاه ده بطريقه حلوه قوي قوي ومختلفه، وطالع معانا جراتان وحلو كده. هقول لك ازاي، وهقول لك على الطريقه والتركايه اللي تطلعه معاكي مفلفل، وهقول لك بالمقادير بالظبط هنحط ايه ونعمل ايه علشان يطلع معانا حلو كده. والطاجن ده مش هتاكليه في اي حته خالص، عندنا بس وحصري. يلا بقى نشوف ونسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا كان عندي صدر واحد، مش صدر كامل يعني بتاع فرخه، لا ده كان نص الصدر الفرخه. تمام. قطعته مكعبات، وقطعت فلفل الوان مكعبات، وبصلايه صغيره، ونزلتهم كده في ماده دهنيه، وبدات اشوح البصل والفلفل الاول. وبعد كده نزلت ايه اللي هو ربع صدر الفرخة ده، يعني ربع بالظبط، ربع مناب، يعني مناب واحد بس، حتى من غير أي حاجة. هو كده شلنا الجلد بتاعه وقطعناه قطع كده سميكة شوية. وبعد كده جبت كوباية زبادي، كوباية الزبادي العادية اللي احنا بنجيبها، ونزلت بيها على حوالي يعني نص كيلو رز وشوية، يعني ده نص كيلو رز وشوية كمان، يعني حوالي نص كوباية كمان معاه. تمام. وبعد كده مسكت كوباية الزبادي، قلبتها مع الرز كويس جدا جدا. انا عايزة الزبادي يتغلغل كده في الرز، هيدي طعم في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. فكرة الزبادي مش ان انتي تقلبي الزبادي واللبن، لا، لازم تقلبيه في الرز كده لحد لما الرز يتشربه خالص. وبعد كده تعالي اقولك، هنجيب بقى البرام بتاعنا وننزل بنص كمية الرز او 3/4، هنخلي الرز من تحت كده. البرام ده يبان ان هو صغير، لكن هو ما شاء الله كان كبير. احنا هنستخدم فيه كيلو لبن. رشيت عليه بقى رشة ملح، شوية فلفل اسود، على حسب ما انت بتحبي تتبلي، بس ايه يعني ما تكتريش الفلفل الاسود. وبعد كده جبت بقى ايه الزبدة مسيحاها كده حوالي ايه ربع كوباية، يعني مش كتير. وبدأت ارشرش عليه الزبدة كده رشرشة خفيفة خالص على قد ما تقدري، ما تكتريش علشان خاطر هو كده كده هياخد من دسامة اللبن، واحنا حاطين له زبادي، فهيبقى حلو قوي ان شاء الله. هناخد بقى الحاجات اللي احنا عملناها، اللي هي البانيه بتاعنا اللي احنا قطعناه، او صدر الفرخة اللي احنا قطعناه وشوحناه واستوى وبقى تمام التمام. هننزله كده ونحط ايه في نص الرز. هو كده كده لما تحطي اللبن كله هيخش في بعضه. تمام. بس هنا بقى هنجيب كيلو من اللبن، وما تغليهوش، انا مش عايزاه مغلي. انت كده كده هتحطيه في الرز وهيتغلي وهيستوي. فانا عايزه لبن من عند اللبان، وتكوني جايباه ويكون ساقع، وتضربيه في الخلاط، اضربيه ضرب مبرح لحد ما يعمل معاكي فوم. تمام. هنجيب بقى رشه كده بسيطه من الزبده، عندك بقى سمنه بلدي يا سلام. وبعد كده هنكمل بقيه الرز زي ما انت شايفه كده. هننزل بقى الكميه كلها على قد ما تقدري، حاولي تغطي ايه الخضار اللي احنا حطيناه والبانيه. تمام. تمام يا ستي، متسيبيش اي رزايه. خلاص كده هنجيب بقى الايه اللبن بتاعنا اللي احنا ضربنا. بس قبل ما نجيب اللبن لازم نحط رشه كده من الزبده برضو بسيطه على قد ما نقدر كده، ما نكترش. بلاش تكتروا الزيوت يا بنات في الاكل، لان بصوا يعني انا عارفه ان معظم اللي بيتابعني ستات حلوين كده زيي لما بنكبر شويه بيتعب لنا المراره وبيبهدل الدنيا. بصي بقى يا ستي، اللبن لازم يكون فيه فوم كده، لازم يكون فيه فوم، لان الفوم ده هو اللي هيديك الوش الجراتان الجميل جدا. بصي انزلي واحده واحده كده لحد ما تخلصي الكميه كلها، ولازم الفوم ده ينزل، ولا هتزودي ميه ولا هتعملي اي حاجه ولا شوربه ولا اي حاجه بتاعتك كلها، وتنزلي كده الفوم. ولازم الفوم يكون على الوش كده. تقدري بقى تحطي بقى حته قشطه عندك، انا كان عندي صراحه وش اللبن حطيته. بس عايزه اقول لك على حاجه، الفوم ده هو اللي هيطلعه معاكي وش جراتان في منتهى الجمال. كده كده القشطه سقطت تحت، مش هتفضل على الوش، لان انا ما دخلتوش وطلعته، لا انا هحط القشطه على الوش كده معلقتين ثلاثه كانوا عندي فايضين، انا بشيل دايما وش اللبن، فاخدت معلقتين القشطه وحطيتهم على الوش. بجد طعمه رهيب، طعمه في حته تانية خالص. اهم حاجه قبل ما تشتغلي الكلام ده كله تكوني مسخنه الفرن على درجه حراره يكون محقق درجه حراره 180. هنبدا بقى ننزل كده بمعلقتين اللي فاضلين كده، زي ما انا قلت لك، انا ما استخدمتش زبده كتير. هننزل بيهم على الوش، وزي ما قلت لك هنضيف عليهم معلقتين ثلاثه قشطه كده على قد ما نقدر. يعني حاجه بسيطه كده كانت عندي في التلاجة، مش كميه، يعني ده وش مثلا بتاع نص كيلو ولا حاجه. بس يا ستي
وبعد كده هتحطيه في صينيه علشان هو كده كده هيفور، عشان ما يبهدلكيش الدنيا ويبهدلك البوتاجاز. هتحطيه في صينيه وتدخليه الفرن، هياخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، ويطلع معاكي اللهم بارك اللهم بارك في منتهى الجمال واللذاذه. وهتدعي لي طعمه حلو قوي ومزازه جميله، وحشوه كمان هتخلي الولاد يحبوه وياكلوه بالف هنا وشفا. يلا ما تنسيش الشير كتير وتصلي على النبي في التعليقات لو وصلت لحد هنا. وبشكرك جدا جدا على حسن استماعك، واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بصي الجمال، حاجه كده اللهم زد وبارك ما شاء الله. يلا سلام عليكم، واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.